السلام عليكم شباب، نشوفكم إن شاء الله بخير. اليوم ويانا درس جديد بخصوص حماية حسابك من الاختراق. طبعا هي خطوات بسيطة، يعني تخلي حسابك ما حد يقدر يخترقه أو يتلاعب به. طبعا إن شاء الله الشرح سهل وبسيط، بس أريدكم تركزون وياي. هسه أول شي نفتح الحساب. مثلا أنا هذا حسابي، تدخل على الإعدادات، نطبق خطوة خطوة، تابعوا وياي خطوة خطوة. طبعا أول خطوة اللي هي كلمة السر. شنو؟ حسابك حاول لا تخلي بيه كلمة سر من مواليدك مرتين، أو اسمك ومواليدك. حاول تخلي اسم من بالك أو اسم واحد من عائلتك، ورقم أي رقم مثلا ببالك، وحاول تستخدم رموز الآتات مثلا أو غيرها من الرموز. المهم هاي الشغلة حتى ما يكون سهل للتخمين. يعني من تعرف تخلي مواليدك، يعني أي شخص يقدر يخمن مواليدك أو يشوفهم بالحساب وراح يخمن عليه ويقدر يعني يفتحه ويخترقه. هاي أول خطوة. الخطوة الثانية تدخل على الأمان، تضغط على أول وحدة اللي هي تنبيهات تسجيل الدخول. تنبيهات تسجيل الدخول تضغط عليها. هنا من واحد يريد يفتح حسابك حتى أنت راح تجيك رسالة على الإيميل، اللي مخليه أنت بالحساب. تضغط على تلقي الإشعارات وإرسال تنبيهات لتسجيل الدخول هاي، وتضغط على حذف تغييرات. أنا مسوي مكملها. هسه نجي للخطوة الثالثة اللي هي أهم خطوة، اللي هي موافقات على تسجيل الدخول. شنو هاي موافقات على تسجيل الدخول؟ موافقات على تسجيل الدخول هي مولد الرموز. هي معروفة إنه هي مولد الرموز. شنو مولد الرموز؟ مولد الرموز ما حد يقدر يفتح حسابك حتى أنت، لأن عن طريقها راح يجيك من واحد يفتح حسابك تكتب كلمة سر صحيحة والإيميل، راح تجيك رسالة على الرقم. ما تقدر تدخل على الحساب بدون ما تدخل الرقم اللي اجاك على الرقم، على رقمك اللي موجود بالحساب. مثلا هسه نشوف. تضغط على هاي، تضغط بدء الاستخدام، هنا تضغط متابعة. هسه أنا راح تجيني رسالة على الرقم مالتي، مثل ما تشوفون مخلي الرقم راح تجيني رسالة عليه. مرة راح تجيك رسالة على الرقم تخليها هنا وتضغط على المتابعة. هنا راح يتفعل مولد الرموز. هاي الخطوة اللي بعدها هسه نجي، اللي هي جهات الاتصال الموثوق بها. هاي جهات الاتصال الموثوق بها تضغط عليها. هي أهم خطوة مهمة، يعني حتى لو واحد، يعني إذا واحد اتخطى مولد الرموز وكلمة السر والخطوات اللي سويتهن، تقدر ترجع حسابك عن طريق جهات الاتصال الموثوق بها. تضغط على اختيار جهات الاتصال الموثوق بها، تضغط اختيار جهات الاتصال الموثوق بها. المهم هنا تختار أقل في 3 أصدقاء. حاول تختار أكثر، يكون أصدقائك المقربين، يعني مثلا قريبين من منطقتك، أو يعني تقدر تتواصل دائما وياهم. مثلا أنا أختار ذولا أصدقاء مقربين يمي، يعني مثلا هذا أول واحد، هذا الثاني، وهذا الثالث مثلا. هسه اختارينا 3 جهات اتصال موثوق بها. هاي من واحد يريد يخترق حسابك، طبعا تقدر تراجع عن طريق ضمن جهات الاتصال. شلون تقدر تراجع؟ طبعا من واحد يخترق حسابك، مجرد تكتب الإيميل وتقول له كلمة السر ولا يمكن الوصول إلى الإيميل، وتختار واحد من دول جهات الاتصال. راح يجيهم رمز، وانت تدخل الرمز اللي راح يجيهم على حساباتهم، وبهاي الطريقة تقدر ترجع حسابك إذا اخترق. طبعا إذا طبقت الخطوات اللي قبل هاي ما أعتقد واحد راح يقدر يخترق حسابك. نبغى على التأكيد. هاي شغلة. والشغلة الثانية يعني حاول تأكد حسابك بهوية، يعني حتى لو اخترقوا حسابك أنت تقدر تراجع عن طريق الهوية اللي أنت مأكد بها. وحاول تكون الهوية مالتك الأصلية الحقيقية، لا تزور ولا تجيب هوية ولا ما أعرف ليش. المهم شباب هسه خلاص هذا الدرس إن شاء الله استفادت لكم. يلا باي.